السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس ديال اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم هو التنبات العشوائي اللي كنحتاجو ليه الانواع ديال العقيق، اي نوع بغيتي، وخاصة هذا الجوهر بحال هذا الشكل هو اللي كيجي فيه بزاف في التنبات العشوائي. اما بالنسبة للالوان فيمكن لك تاخدي اللون على حساب القفطان ولا تكشيطة ولا النوع اللي عندك، هو اللي يكون هو الاساس. مثلا هنا عندي الاسود والابيض والاصفر، غادي ناخد هنايا الاسود، طبعا الابيض والاصفر، هادو الالوان غادي ندخلهم وسط منهم. كذلك نقدروا نخدموا بهذا النوع من العقيق اللي هو كيتنبت من الجناب، وهو توا في انواع. انا اختاريت غير جوج الانواع باش نوريكم الدرس ديال اليوم. المهم انايا ديجا خدمتها هاد الالوان اللي وريتكم. هنا غادي نوريكم كيفاش غادي نثبتوه، طريقه سهله وبسيطه بزاف. انني طرحت الموضوع في المجموعه وكذلك في الجروب والصفحه الرسميه. طبعا لقيت اقبال، ولقيت الجميع من ترحب، والاخوات كلهم فرحوا بالفكره. لهذا انا بغيت ندير الدرس ديال اليوم لانني وعدتكم. طبعا وعد الحر دين عليه. انا غادي نوريكم كيفاش تخدموه، ونتمنى نفس التفاعل يكون في القناه، لانني فرحت من تفاعلت بالموضوع في الجروب. اتمنى ان يكون نفس التفاعل في القناه لكي تستمر واعطيكم طبعا كل جديد. بالنسبه لهنا غادي نوريكم هذه اللي بقات ليا، انه طبعا بسيط. هنا غادي ناخد العقيق، غادي دايما نخدم حدا العقيقه اللي خدمت قبل منها، وطبعا غادي نرجع بنفس العقيقه جوج مرات باش يجيني صحيح. طبعا ما يتقطع ما والو. بالنسبه الاخوات يقدروا يديروا السبيب ايضا كيكون صحيح. انا هنايا ما عندي اللبسه ديالي في الاسود، ما بغيتش ندير السبيب ولا هذا غادي يبقى يبان. من الاحسن الاسود ما كيبانش فيه الخيط ديالو. وطبعا كنديرو على 4 جوج، وكنضرب جوج مرات في العقيقه كيولي على 4 من كيكون صحيح. هنا بالنسبه يمكن لك تخدمي جوج عقيقات او لا 3، انا كنفضل وحده باش يجيني صحيح. تقدري تخدمي جوج. هنا بالنسبه مني تكون الوحده كتخدم ضروري تناسق الالوان، ما تديرش نفس اللون في بلاصه وحده، كل نوبه تاخد لون من شكل اخر وديرو بعيد على الاخر باش تجيها الالوان مختلفين. يعني بالنسبه باش تراسيت يمكن لك تراسي كيف ما بغيتي، المسافه اللي بغيتي تراسيها كيف ما تقدري، حتى تاخدي اشكال مثلا هكايا اهرام فحال هكايا وتعمريهم من تكوني تراسي، اما غير سامبل بحال هوك اي زواقه، اما نصف دائره، وتقدري تعمريها طبعا بهذا العقيق وبهذه الطريقه، بنفس الطريقه هذا العشوائي بنبات العشوائي. اما بالنسبه للدروس المقبله ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نبتوا العقيق في الزواقه. الدرس ديال اليوم بدايه لدروس النبات ان شاء الله. بالنسبه للدرس كنشوفوا انا سهل بالنسبه ليا، وانتم تقدروا غير تتبعوا المراحل انه سهل بزاف. طبعا ما تنسوش تابوناو فلاشين بكثرة
لان هاد الاشتراك كيخليني باش نزيد نعطي وكيشجع. بالنسبة للدرس اليوم نتمنى يكون بسيط وفي نفس الوقت مفيد. وبالنسبة للأخوات ما تنساوش تابونا في لاشين، وبالتوفيق للجميع.